كنت متجوزة وعندي بنتين، وجوزي ربنا افتكره. كان راجل محترم وساب لي بنتين زي الورد، كانوا مالين عليا حياتي. بعدها بفترة اتعرفت على واحد تاني برضو كان محترم بصراحة وعلى خلق، واتجوزنا وخلفت منه ولد. وبصراحة هو كان بيعامل البنات كأنهم بناته بالظبط. حياتي الحمد لله كانت حلوة، يعني ما كانش في حاجة تقريبا مضايقاني غير حاجة واحدة بس. حماتي كانت ساكنة فوقينا، كانت بتعامل بناتي معاملة قاسية جدا، لدرجة ان انا في مرة رحت قلت لها دول يتامى يا ماما، يتامى، يعني حني عليهم، عامليهم معاملة حتى حنينة شوية، قولي لهم كلمة تبل الريق. قالت لي حبيبتي احنا ما نربيش لحم غيرنا، احنا ما بنربيش الا لحمنا وبس. مع انه والله العظيم هما ما بيصرفوا عليهم جنيه واحد. ابوهم الله يرحمه كان سايب لهم وديعة في البنك بصرف منها عليهم، مدارسهم، اكلهم، شربهم، ولا جنيه بياخدوه من حد. من يومين جالي جوزي وقال لي عايزه اتكلم معاكي في موضوع. قلت له اتفضل. قال لي انت عارفه طبعا ان اخويا الصغير بيتجوز واحنا مزنوقين في فلوس، فيعني اتشاورت انا وامي مع بعض وقلنا ان احنا ممكن نستلف منك الفلوس اللي في البنك نخلص بيها الجوازه دي وهردها لك مره تانية. فقلت له فلوس ايه؟ قال لي الفلوس الوديعه بتاعت البنات. قلت له بس ده مال يتامى، دي مش فلوسي، انا مجرد بس ان انا واصيه عليهم، او ربنا حطني بس خلي بالي على فلوسهم، لكن الفلوس دي انا مملكش ان انا اتصرف فيها ولا اديها لحد. قال لي يا سلام، هو انت مش واثقه فيا؟ خلاص يا ستي هكتب لك وصولات امان. قلت له مش الفكره، مش فكره واثقه ولا مش واثقه، الفكره ان دي مش فلوسي، دي فلوس بنات يتامى، دي الفلوس اللي عزاهم، الفلوس اللي مخلياهم رافعين راسهم هنا في البيت ومع عمامهم ومع امك، دي الفلوس اللي بصرف منها عليهم مدارس وتعليم واكل وشرب عشان ما يمدوش ايدهم لحد. ثم افرض ان احنا تمام وكل حاجه ومفيش مشكله ان هم ياخدوا منك فلوس، افرض انا جرالي حاجه ابقى ضيعت فلوسهم وحقهم؟ ده افرض انت بعد الشر جرالك حاجه، ياخدوا حقهم من مين؟ هيقفوا في المحكمه قدامك هيرفعوا الوصولات عليك، وانا اصلا هينفع اخد عليك وصولات؟ لا، لا، لو فلوسي كانت عينيا كنت اديتها لك من غير ما اتكلم، انما دي مش فلوسي، دي فلوس يتامى. قال لي ده اخر كلام عندك؟ قلت له اه طبعا، وما فيهاش اولى تانية. اتبدل، ما بقاش هو الراجل اللي انا اتجوزته، معامله زي الزفت واسوأ، وبقى يعامل البنات معامله سيئه جدا، لدرجه ان البنات قالوا لي احنا عايزين نمشي، احنا مش قادرين نتحمل الوضع اللي احنا بقينا فيه ده. المهم ان انا عديت وقلت معلش ما يجراش حاجه، لحد ما اتحطت العقده في المنشار. وامه قعدت وندهتني وقالت لي بصي يا بنت الحلال، عندك حلين، يا الفلوس بتاعت الوديعه يا تتطلقي وتمشي وتسيب ابنك. اسيب ابني ازاي؟ ده لسه حته عيل صغير، لسه محتاجني وانا معرفش اعيش من غيره. طب هو ده عدل؟ يفرط في حق اليتامى وفرط في فلوسهم وخليهم يبقوا محتاجين للي يسوى واللي ما يسواش ويمدوا ايدهم ويتظلوا اكتر ما هم مذلولين، يا اما اسيب حته من قلبي ضنايا؟ طب هعمل ايه يا ناس؟ اتصرف ازاي؟ افرط في حق اليتيم ولا اسيب الصغير اللي ملوش غيري؟